من غير مقدمات كتير، الحلقه ديت مكمله للحلقه الاولى، فلو ما شفتش الحلقه الاولى خش شوفها دلوقتي حالا. النهارده ان شاء الله هنعمل حاجات متراكمه من المره اللي فاتت، كمان هنروح نقدم في اماكن تانية جديده على ارض الواقع، كمان هنقدم اونلاين على اماكن. يلا اعمل لايك وشير وسبسكرايب واعمل الكومنت بتاعك، ويلا بينا نخش في الفيديو على طول. النهارده يا جماعه رحت 3 اماكن بس، ولكن مع ذلك فعاليتهم اكتر من المره اللي فاتت لما رحنا بتاع 20 محل، فخليكم مع اول مكان. Can I come tomorrow? Yeah. You're here tomorrow. You know the online application? I don't know how to do it for this store. Yeah, There's one. there's a website that she has, but if you want to come back tomorrow, For and that talk to her, website for the restaurant? Yeah. Okay, and you have like careers in there. I can apply. Yeah. Okay. I don't know what it's called. So if you want to come back tomorrow, and then the manager can give you that Okay, information. thank you. Yeah. I have a question. Yes. Are you ready? We're taking an application. You want to fill out one? Yeah, definitely. You could print it off online. I can't do it online. Let them notice you print it. But you have website. Yeah, notice you website. Okay. I can apply there. You could apply there, but that's for corporate. This is not corporate store. Okay. So you could print the application. Yeah, print it from there. Yeah, Yeah, and then bring website it. and then yeah. Yeah. Thank you. Thank you. No problem. But you hire, you need people. Yeah, Okay. Thank you. we can. Yeah. طيب هو المفروض ان هم عايزين ناس، وقال لي محتاجين ناس في الويك اندز يعني في اخر الاسبوع، فانا بس كل اللي عليا ان انا هقدم اونلاين. هم قال لي ان هو ما عندوش الابلكيشن مطبوع، قال لي اتبعت من على الموقع وبعته وهاتوا لي، واحنا محتاجين ناس في الويك اند عايزين يشتغلوا معانا، فان شاء الله ده في فرصه حلوه قوي. وهم محتاجين ناس، قال لي احنا محتاجين ناس في الويك اند فعلا، يعني محتاجين ناس فعلا، فقال لي ان الابلكيشن وتعالى وان شاء الله خير، فبس كده. جيت اطبع الابلكيشن وكمان هساله لو عنده شغل بالمره. I also have a small question. Are you hiring? Us? Not right now. Once the school year starts, probably. طبعا الورقه بتاعت ليتل سيزوت عشان نعملها من نروح البيت. كنت هنا. المهم يا جماعه، احنا طبعا المره اللي فاتت قدمنا في حاجه اسمها تيستي بوت او تي بي ديفيس، ده كان شغل في مطاعم، ولكن للاسف هم ما ردوش على الايميل خالص، مع اني بعت لهم ايميلين وذكرتهم في ايميل تالت ان انا بعت لهم ومحدش رد خالص للاسف. هنا يا جماعه هنودي الابلكيشن لمحل جامبر اللي فاكرين المره اللي فاتت رحنا له وادوا لنا الابلكيشن وهاتوه، كمليته وبجيبه اهوت. وفي الحقيقه هو الراجل كان غير اللي كان واقف، يعني كان شخص مختلف، وقال لي طبعا ان هم مش عايزين ناس، فانا اي حاجه اديته الورقه وخلاص، وبقى يعني معهم رقمي معهم الايميل، في اي وقت يبعتوا لي مش هتفرق. تالت محل كان عندنا امل معاه المره اللي فاتت يا جماعه كان محل الاكل المكسيكي، وكنت قدمت عندهم، ولكن للاسف حصلت مشكله، وهي ان عندهم مشكله في السيستم، ونفس الكلام للاسف هيحصل النهارده، عشان كده هنرميهم في الزباله وهنطنشهم. للاسف حصلت نفس المشكله تاني، ان انا ادوس سيف بيظهر لي ان في مشكله في السيستم، فبصراحه انا محتاج نبعت لهم ايميل اقول لهم يا جماعه راجعوا موقعكم ان هو بايظ. فمش عارف بصراحه، انا عملت لهم كل حاجه مطلوبه، كل حاجه زي الفل، حتى لما انا طبعا دلوقتي انا عملت ريفرش بس، فعشان كده كل حاجه راحت، بس انا كنت مالي هنا المكان ومالي الفئه، بس للاسف لما عملت ريفرش برضو يعني مفيش اي حاجه تنفع، فبالتالي نرمي الشابتل ده في الزباله، خلاص فكنا منه ونركز في الباقي، لان هو للاسف مش مهتم لنا، يعني مبوظين موقعهم، فمش يعني هم مبوظين موقعهم الالكتروني، هيعملوا في موقعهم الحقيقي. بالمناسبه انا الحلقه اللي فاتت قلت لو اي حد عنده معلومه او فكره او اقتراح عايز يقوله ما يبخلش عليه بينا، وفي ناس قالت لي فعلا، في حد قال لي اعمل اوبر فقط بره الصندوق، معاك عجله تشتغل اوبر ايتس، ولكن انا بحثت في الموضوع طلع ان هم محتاجين فوق 18 سنه، الشرط الاول انك تبقى فوق 18 سنه، وانا زي ما قلت انا تحت 18. فهنا في نقطه عايز اقولها، ان انا بوريك هنا ان الشغل موجود، ولكن للاسف انا فرصتي ما جاتش، ففي فوق 18 ممكن تشتغل اوبر ايتس، فانت لو انت فوق 18 فعندك فرصه هي، لكن انا للاسف ما لقيتش فرصه، وزي ما قلت ان الهدف من السلسله ان انا الاقي شغل، مش مجرد بس ان انا اوريك، فانا عايز اشتغل يا جماعه.
في ناس برضو اقترحوا عليا اقتراح حلو، وهو ان انا اروح اماكن تانية غير ديفيس، غير المدينه اللي انا فيها، لكن ده شيء مستحيل. بس انا عشان صعب التحدي فقررت ان انا اعملها في مدينتي. فانا هنا في مدينتي بحاول اشوف شغل، لان مدينتي صعبه جدا تلاقي فيها شغل، انها صغيره جدا. ولكن مثلا لو رحت ساعتين من هنا سان فرانسيسكو هيكون فيها شغل بالهبل. بس انا للاسف مش هعرف ان انا اشتغل هناك وابقى ساكن هنا، فده موضوع صعب. فدي فرصه برضه، لكن مش ليا انا برضه قلت التحدي ان انا الاقي شغل. فدعواتكم وخليكم متابعين معايا ان شاء الله، نحاول نخلص السلسله ديت ونحاول ان احنا نلاقي شغل في اقل من 5 حلقات ان شاء الله. يا جماعه زي ما انتم عارفين انا بالنسبه لي ما عنديش اي مشكله ان انا الاقي اي شغل سواء فول تايم او بارت تايم، مش تفرق معايا. حتى لو هلاقي شغل بارت تايم واحد بس ما عنديش اي مشكله. اي نعم الفلوس تبقى احسن حاجه، ولكن على الاقل هكون اسمي بشتغل واكون بروح شغل وبريك طبيعه الشغل ويكون التحدي نجح معانا. فانا مش هيفرق معايا اي حاجه منهم تجيني ان شاء الله، وانا راضي باي حاجه منهم. ممكن ان شاء الله حتى لو في فرصه ان انا لو جات لي شغلانه واحده بارت تايم، ممكن ان انا ادور على حاجه تانية بارت تايم بحيث يكون عندي شغلتين بارت تايم، فبقى كاني شغال فول تايم. ودي كلها حاجه متعلقه بساعات العمل، ففي النهايه هيبقى اسمي بشتغل. يا جماعه وصلنا للبيت، وهقول لكم اللي احنا عملناه النهارده بشكل مبسط، واللي احنا هنعمله دلوقتي بسرعه ان شاء الله. اللي احنا عملناه النهارده ان احنا رحنا عملنا اللي كان المفروض نعمله المره اللي فاتت، ان احنا نروح للجامبا محل العصير ندي لهم الابلكيشن اللي احنا لقيناه. تاني حاجه احنا رحنا 3 محلات بس، لكن الشيء الغريب ال3 محلات دول كان في واحد منهم خلاص يعني رسميا انا يعني خلاص مش بس ان انا اكتب امن الابلكيشن دوت واديه لهم، وهم اوريدي محتاجين ناس في الويك اند ان شاء الله. فانا في فرصه كويسه قوي عندي ان انا ابقى معاهم باذن الله، وغالبا ان شاء الله اتمنى ان انا اكون معاهم. طيب ايه اللي اعمله دلوقتي؟ فانا اول امبارح كنت جايب لبس من محل هنا موجود عندنا في المدينه وكبير شويه. فالمحل دوت لقيت ان هم بيوزعوا بطايق ان هم محتاجين ناس، فانا اخدت البطاقه وان شاء الله هقدم معلومات دلوقتي، بحيث ان انا شايف ان الشغل مناسب ليا، ان هو محل لبس او محل يعني ملوش علاقه بالاكل، مش علاقه بالطبخ ولا كده، هو مجرد محل لبس بيبيع حاجات بيبيعوا حاجات. فانا شايف ان دي فرصه كويسه لو عندهم، لو فعلا انا اقدر اشتغل معاهم، فهجرب اقدم دلوقتي عليهم. فيلا بينا نشوف باذن الله. دلوقتي هعمل ابلكيشن اكتر مكان ليه فرصه معاهم هو المكان اللي احنا هنعمل بتاع البيتزا. ده الابلكيشن احنا طبعا النهارده الصبح، هم محتاجين ناس زي ما قلت في الويك اند، محتاجين ناس قال لي قدم يعني املاه وهاته، فهنملاه ان شاء الله. ممكن لو عرفنا نوديه في الحلقه ديت، ولو ما قدرناش نوديه في الحلقه الجايه. وانا اتوقع بنسبه كبيره ان شاء الله ان الحلقه الثالثه اللي هي جايه ديت باذن الله هتكون هي الاخيره، ولو ما كانتش تبقى قبل الاخيره باذن الله يعني. فيلا بينا نملى الابلكيشن، فهملاه ويكم بسرعه. الحمد لله انتهيت من نعمل الابلكيشن دوت كده يا جماعه. كملت الابلكيشن بتاع مطعم البيتزا اللي احنا عاملينه الصبح، واللي هو قال لنا انهم محتاجين ناس في الويكندز، وان شاء الله معانا فرصه كويسه معاهم. لكن انا حاسس ان تفاصيل الشغل صعبه جدا، يعني حاجات غريبه قوي، يعني تشيل لغايه مش عارف كام كيلو، كان يعني 55 باوند يعني كام. يعني ما اقدر ان شاء الله، بس يعني مش عارف، حاسس ان هم بيقول لك يعني ما تجيش، مش عارف. بس ان شاء الله خير، وهنوديهم ان شاء الله في الحلقه الجايه غالبا، الحلقه الثالثه، وهنشوف ردهم هيكون ايه والنظام ان شاء الله. طب يا جماعه كده قدمنا على تي جي ماكس اونلاين، وقدمنا كمان يعني من الابلكيشن بتاع محل البيتزا، وكمان كده متبقي لي حاجه واحده بس عايز اعملها، وان انا اقدم اونلاين على محل اسمه سيف واي. ده مول هنا قريب مننا، وده مكان طبعا لقيت انهم برضه محتاجين ناس، فقلت نقدم عليه بالمره. وبكده نكون قدمنا النهارده على 3 حاجات، و3 حاجات محتاجين ناس، منهم واحد ان شاء الله بنسبه كبيره هكون معاهم باذن الله، وكلها توقعات ونتمنى تطلع صح في الاخر. حاجه اضافيه يا جماعه نسيت اقولها، ان انت لما ساعتها متقدم بيوصل لك بيجي لك في اخر صفحه التقديم اللي انا فيها دلوقتي في سيف واي، دي اخر صفحه التقديم، بيسأل عن عرقك وعن خانت في الجيش ولا لا عادي. فهو بيسأل كده عشان تقريبا في حاجه علاقه بالعنصريه. طبعا انا بهبد دلوقتي، يعني ده اللي سمعته، بس انا مش متاكد من المعلومه ديت. ولكن في اخر صفحه في اي تقديم بتقدمه في الشغل غالبا هتلاقي الصفحات بتحدد فيها معلومات يعني ما لهاش علاقه بالشغل نفسه، بس هي بيحتاجوها دلوقتي في اي حاجه بقدمها تقريبا بلاقي كده. فبس احنا كده خلصنا في سيف واي اللي هو المول دوت او السوبر ماركت الكبير. معلومه مهمه جدا يا جماعه، لو انت في امريكا وحابب تقدم على شغل اونلاين، فممكن بس تكتب اسم المكان دوت كاريرز، يعني تكتب مثلا وولمارت كاريرز، هيظهر لك فرص الشغل بتاعتهم عند وولمارت. مثلا كنتاكي بعدين كاريرز، هيظهر لك الموقع بتاعهم بتاع القسم بتاع انك تتوظف عندهم. فاكتب اسم المكان جنبه كاريرز، هتلاقي ان جوجل ظهر لك فرص الشغل اللي عندهم، وبعدين بتدوس عليها بتقدم. وطبعا هوريلكم التقديم بيبقى سهل ازاي، فترفع السي في، معلومات مواقف تتحط فيها، كل ده يعني حاجات بسيطه بالنسبه لنا. بالمناسبة يا جماعة أصلا سيف واي لما يعني عرفت إن هما بيوظفوا، لما رحت المحل بجيب حاجة عادي، يعني مش عامل حساب إن أنا أروح بس أدور على شغل. فدي برضه معلومة إضافية، إنك ممكن تلاقي ناس محتاجين ناس، من أنت أصلا مش رايح تشتري، مش رايح تسألهم على التوظيف، رايح بس تشتري حاجة، تلاقيهم محتاجين ناس. فعشان كده بتروح على مكان في أمريكا وبسأل عندهم شغل ولا لأ، احتمال تلاقي، واحتمال تلاقيهم أصلا مستنينك، يعني فاهم، خلاص أنت اللي تشتغل معاهم. فأنا ده اللي حصل مع سيف واي واللي حصل مع تي جي ماكس.
لسه مخلص دلوقتي التقديم على تي جي ماكس وخلاص. احنا كده قدمنا في محلين او مكانين اونلاين وهما تي جي ماكس وكمان سيبوي. كمان عملنا الابلكيشن بتاع محل البيتزا اللي احنا الصبح، يعني ان شاء الله هنقدمه في الحلقه الثالثه. كمان حاولنا ما عملناش، حاولنا نعمل الابلكيشن بتاع شيبتول، بس هو للاسف الموقع عندهم فيه مشكله وبايظ خالص، كل شويه سيستم يعلق، فدي مش مشكلتنا، فخلاص رمينا في الزباله. ده غير كمان الاماكن اللي احنا رحناها الصبح وان احنا ودينا الابلكيشن بتاع جامبا، وللاسف هم قالوا ان هم اصلا مش محتاجين ناس فخلاص. فاحنا حاليا عندنا كذا فرصه، اولهم اللي هي تي جي ماكس لان هم لسه رافعين الشغل امبارح، فانا شايف ان عندي فرصه كبيره، خاصه ان انا عملت سي في كويس، يعني يعني حسنته وحسنت الديزاين بتاعه. كمان عندنا فرصه في محل البيتزا ده النهارده الصبح، وهنا الابلكيشن بتاعه وان شاء الله هنودي الابلكيشن ده في الحلقه الثالثه. عندنا كمان فرصه في زاويه قدمنا عليها اونلاين. طيب يا جماعه وكده يكون انتهت الحلقه الثانيه، وان شاء الله في الحلقه الجايه هنحاول ان احنا نكون خلصنا السلسله وان احنا نكون لقينا شغل. فما تنساش عني اللايك وشير سبسكرايب، ما تنساش لو حابب تدعم القناه دعم مادي هتلاقي في الكومنت لينك الدعم، سواء بالحساب القناه او انك تتابع السوبر ثانكس. فبس ده كان فيديو النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.